يعني كده خلاص النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا رسميا، والنادي الزمالك حصل ابطال افريقيا ولا حصل كونفدراليه، تتقفل كبير. حبايب قلب خوخ، الكلام اللي انا هحكيه لكم ده كلام متسرب، محدش اعلن عليه بشكل رسمي. اللي طلع وقال الكلام ده عامر العمايره، لكن الكلام رسميا لسه ما نزلش. ولكن مع خوخه هتشرح لكم الموضوع غير. طبعا حبايب قلب خوخه كلنا عارفين ان نادي الزمالك عليه 18 قضيه ايقاف قيد. عمل ابلكيشن، والابلكيشن من خلاله قدر من فلوس عشان انت لما بتخش الابلكيشن ده بتشترك بفلوس. فالزملكاويه طبعا بيحبوا ناديهم، اشتركوا في الابلكيشن، جمعوا فلوس الابلكيشن، قدروا نادي الزمالك ان هو يسدد قضيتين، اصبحوا كده 16 قضيه ايقاف قيد بدلا من 18. والموضوع انتهى. لسه كانوا بيحاولوا ان هم يسددوا ال 16 قضيه ايقاف قيد لحد المفترض 31/6 اللي احنا فيه ده. والدنيا كلها داخل اتحاد الكوره عماله تظبط الدنيا مع الفيفا عشان يحاولوا ان هم يمدوا لنادي الزمالك المد، لانه طبعا الفلوس كتيره جدا، شايفه كام مليون دولار ان هم يسدوها في خلاص في 30 يوم. مش عارفين يسددوها بقالهم كام سنه، يسددوها في 30 يوم. فبيحاولوا ان هم يمدوا القصه يعني الفتره عشان نادي الزمالك يقدر ان هو يدفع الفلوس اللي عليه ويشارك في دوري ابطال افريقيا. يعني طبعا كلنا عارفين ان 16 قضيه لو ما تسددش فلوس ال 16 قضيه دولت، الزمالك لن يذهب الى المشاركه في دوري الابطال ولا كونفدراليه ولا اي نيل. الحمد لله الزملكاويه شموا نفسهم وقدروا ان هم من خلال الابلكيشن يسددوا قضيتين، فاصبحت 16 بدلا من 18. ده يجي يقول لي طب ما ده كلنا عارفين. اقول لكم بس اصبروا اسمعوني للاخر. طبعا ما تتقفلش كده، بتتقفل ايه؟ تتقفل كبيره، قفله تليق بيهم، مش بينا احنا، بيهم هم. الزمالك حبايب قلب خوخه كانوا محضرين قاعدين مش على بعضهم. المفترض ان مصطفى محمد تقريبا راح الزمالك واحمد عبد القادر راح الزمالك. الزمالك مستني ان هو خلاص يعلن عن صفقتين، فاكرين كده خلاص بقى ان خلاص بقى من قدهم خدوا دوري الابطال، قصدي خدوا الدوري المصري، خدوا ال 15 في تاريخهم ورايحين يلعبوا دوري الابطال. هو مش اكيد 100%. كمان جايبين احمد عبد بطوله بالنسبه لهم، عارفين ساعه زيزو وامام وبن شرقي والدنيا عندهم مش متظبطه. هم بالنسبه لهم هم يجيبوا احمد عبد القادر بطوله. وطبعا عوده مصطفى محمد كلنا عارفين ان هم مقاطعين المنتخب عشان مصطفى محمد اصلا. خلاص بقى المفترض هم خلاص يعني ايه هيعلنوا بقى، مستنيين عشان يكملوا حرق الدم الاهلاويه بقى اللي هو في دماغهم يعني. فتسرب لهم من خلال الفيفا من خلال عامر العمايره ان في قضيتين جداد. احنا كل شويه نعد من الاول. شكوى من صلاح مصدق وشكوى من عمر فرج زملكاوي اللي اقسموا كلهم على زملكاويته. طب الاثنين دول بقى مختلفين في حاجه تانية. قضيتين دولت مختلفين من على ال 16 قضيه التانيين. فكده خلاص يعني على طول رجعوا 18 تاني. هنعد من الاول. لكن القضيتين دولت كده اتوقفوا ايقاف قيد تأديبي. هنا الايقاف القيد التأديبي هو عباره عن ايه يا حبايب قلب خوخه؟ ان هم ما يقدروش ان هم يجيبوا صفقات تانية خلال فترتين، فتره الانتقالات الصيفيه وفتره الانتقالات الشتويه. يعني ما يقدروش يجيبوا اي لاعب، اي مدرب اجنبي، اي حد يضموه لا ما ينفعش خالص. ده تأديب، ده مالوش علاقه بالسداد. يعني ايه مالوش علاقه بالسداد؟ يعني ال 16 قضيه اللي على الزمالك حتى لو تسدد فلوسهم، سددوا ال 16 قضيه اللي عليهم، القرار ده مالوش علاقه بال 16 قضيه، ده قرار منفصل. برضه حتى لو سددوا الاثنين دول ملازمينهم، ما يقدروش يجيبوا لعيبه فتره الانتقالات الصيفيه وفتره الانتقالات الشتويه. طب يلاقوها منين ولا منين؟ ما انتوا حطوا نفسكم مكانهم. امبارح طنط نيره نيرو حبيبه قلبي طالعه في قناه الزمالك وبتنشد كابتن محمود الخطيب، بتقول له يا كابتن بيبو حضرتك معاك فلوس كتير، نادي الزمالك ده مصر يرضيك اللي بيحصل فيه، سدد فلوس شويه يا كابتن بيبو. مالكش حق برضه يا كابتن بيبو. ما اعرفش، نفسي اعرف بتشربوا ايه انا نفسي اعرف قبل ما تطلعوا على الهواء. فكل الكلام اللي انا بقوله لكم ده يا حبايب قلب خوخه لسه ما فيش قرار رسمي بيه، ولكن ده متسرب للمره المليون من خلال عامر العماير. القرار انا حطاه لكم من الفيفا ولسه يتعلن عليه بشكل رسمي. طب يا خوخه هل الزمالك عنده؟ طبعا كل حاجه هم عارفينها من فتره. الدنيا بايظه، هم بيحاولوا يزودوا المده، كل ما يصلحوها من حته تبوظ من حته ثانيه. بصراحه يا زمالك كنت فاكره نفسي حظي وحش لحد ما انت ظهرت، يعني لحد ما انا ابتديت اشوفك. انت صعب بجد. ما ضحيتش ليه؟ احنا كنا في العيد الكبير عشان تمنع العين شويه. انت اتحسدت، انت محسوب. خد الدوري الابطال، الدوري المصري، اتحسدت. 15 بطوله برضو مش قليل يا زمان، علينا حق. ضحي يابا. ده يقول لي ضحي، هم لاقيين فلوس اما تشيكن صغننه كده اي حاجه كده قدام الناس. العين 15 دوري مش قليل، رايح تلعب في دوري الابطال، عين حق. اقسم بالله انا حاسه ان الفيفا اخر ما تزهق هتروح شاطبه نادي الزمالك، قول لهم وانا ما وريش غيركم، وكل شويه شكوى جديده، انا فاتح التكيه دي ليكوا بس ما رناش غير نادي الزمالك.